عودة مدرسية ميمونة. أولا سوف نبدأ برسم شكل خيالي وكأنه خيال. هذا لتعلم الرسم. أولا نحرك الخيال بطريقة غير واضحة. نلاحظ هنا أننا بدأنا نثبت تلك الخيوط الضبابية الخيالية، نثبتها بقلم رصاص أكثر، معناها قلم رصاص رقم 3 باريكزومبل. نثبت تلك الخيوط الخيالية ونحاول أن نظهر الشكل الحقيقي للرسم. مثلا هنا رسم أستاذ أو معلم بيده المحفظة، في فمه سيجارة، وبيده اليمنى العصا، المسطرة، مسطرة السبورة. ونبدأ شيء فشيء نحاول أن ندقق هذا الرسم ونظهره بقلم رصاص أكثر وضوح من الأول. نحاول أن ندقق الرسم شيئا فشيئا. يمكنك الآن تثبت هذا الرسم أكثر بقلم أسود، قلم أسود، وتعطي الشكل الحقيقي للرسم، الشكل النهائي تقريبا قبل رسم الظلال. الشكل النهائي قبل أن نرسم الظلال في آخر المطاف. مع تحيات الأستاذ جعفر بوشناق. صاحب شخصية عم حسونة. عم حسونة وإلى لقاء جديد لتعلم الرسم بطريقة ربما متقدمة أكثر من هذه. الآن تحصلنا على رسم لأستاذ في يومه الأول، وسوف يقول لكم عودة مدرسية ميمونة. الإمضاء.